السلام عليكم ورحمة الله حبايبي أبطال سينيور 3. خلصنا جزء الأنايون وكشفنا عن الأنايون اللي هو الأسيتيك راديكال وعرفنا كل حاجة ألوانها عاملة إزاي والدنيا تمام وزي الفل. بس أنا ناقصني حتة صغيرة قوي عشان أقدر أكتب الكومباوند واللي هي أكشف عن مين؟ أكشف عن الكاتايون. فحسيتنا النهاردة بإذن الله إن إحنا هنعمل ديتكشن للكاتايون وشوية حاجات من الكاتايون، حاجات بسيطة والحصة أسهل من الحصة اللي فاتت وصغيرة ولذيذة وسلسة. بس قبل ما نبدا في الكاتايون احنا محتاجين نراجع على الانايون اصلا ونعرف جزء الانايون عامل ازاي، او نبدا ان احنا نعمل له ميكسنج مع بعض ونقفله مع بعض عشان الدنيا تبقى تمام وزي الفل. لان انا النهارده بعد ما هاخد جزء الكاتايون محتاج ان انا اكتب الكومباوند، فهبقى محتاج اعرف الانايون واعرف الكاتايون واركبهم على بعض عشان اطلع الكومباوند. فيلا بينا كده واحده واحده وسمي الله نراجع الانايون الاول. طيب بالنسبه لاول حاجه موجوده معايا في الاناين، احنا مش هنشرح ايكويشن زي ما كنا بنعمل قبل كده، لا احنا هنشتغل بشكل مختلف اللي هو ايه؟ انا عايز اجمع الالوان بتاعتي واجمع حاجتي واجمع الدنيا كلها عشان اقدر اشتغل. اول حاجه او اكبر واحد كان موجود معايا كان السيلفر نيتريت. الراجل ده كان بيكشف معايا عن كام حاجه؟ الراجل ده كان بيكشف معايا عن 6 حاجات. بيكشف عن كام حاجه؟ 6 حاجات. فادي السيلفر نيتريت اللي هو AgNO3. طب الراجل ده بالنسبه لي، او تعال نحطه في النص كده يبقى احسن عشان ايه نفهم الدنيا ماشيه ازاي. اهو AgNO3. طيب الراجل ده بالنسبه لي لما كنت بضيفه كان بيشتغل في الكونفيرماتوري تيست، يعني في التجارب التاكيديه. والتجارب التاكيديه بنسبه كبيره قوي هي ما بتطلعش جازيس اصلا، هي معتمده على البرسبتيت. فالراجل ده مجرد ما كان بيضاف على ال6 حاجات كان بيطلع لي منهم برسبتيت. طب مين هم ال6 حاجات؟ بص كده واحده واحده. اول حاجه الراجل ده ممكن يطلع لحضرتك بلاك برسبتيت. حلو، انا بقى هكتب لك اللون مش لازم برسبتيت، انت فهمت ان طالما بيطلع حاجه باللون يبقى دي حاجه ايه؟ برسبتيت. طب تاني حاجه الراجل ده والله ممكن يطلع لحضرتك وايت، برضه وايت برسبتيت. طب ممكن الراجل ده يطلع لحضرتك يلو برسبتيت، وممكن يطلع لحضرتك وايت تاني بس من حاجه مختلفه، وممكن يطلع لحضرتك يلوش وايت، وممكن يطلع لحضرتك برضه يلو تاني. فانا لو جيت بصيت هنا على الحاجات اللي موجوده هلاقي عندي هنا يلو وعندي هنا وايت ووايت. بس الفكره في ايه بقى؟ انا عايز افرق بينهم. يعني انا دلوقتي في احتمالين للوايت، انا لازم اعرف مين الاحتمال الاول ومين الاحتمال الثاني. طب واحده واحده كده بقى. اول حاجه البلاك اللي هيطلع لك من هنا اللي هو لونه اسود ده اللي هيبقى مين؟ Ag2S. طب واللي هيطلع لك هنا كوايت هيبقى Ag2SO3. واللي هيطلع لي من هنا كيلو هيبقى ال Ag3BO4. طب الوايت التاني كان مين؟ كان السيلفر كلورايد اللي هو AgCl. واليلوش وايت ده كان السيلفر برومايد اللي هو ال AgBr. واليلو ده اللي هو كان مين؟ ال AgI. لو انا جيت بصيت واحده واحده، هو انا كده وانا شغال يا ترى بكشف عن مين فيهم؟ يعني هنا انا بكشف عن مين؟ هنا سيلفر 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 سيلفر، وانا جايب السيلفر خلاص اوريدي انا عارف مكانه. يبقى انا هنا كشفت عن السلفايد، وهنا كشفت عن السلفايد اللي هو SO3 نيجاتيف 2، وهنا كشفت عن الفوسفيت اللي هو BO4 نيجاتيف 3، وهنا كشفت عن الكلورايد، وهنا كشفت عن البروميد، وهنا كشفت عن مين؟ عن الايودايد. طيب كده انا لو جيت قلت لك طلع لي وايت برسبتيت لما ضفت سيلفر نيتريت، عندك كام احتمال؟ عندي 2 بس مفيش غيرهم. يا اما يكون الراجل ده سلفايت، تمام، او انا بكشف عن الانايون او الجزء بتاع السلفايت، يا اما اكون بكشف عن الجزء بتاع الكلورايد. طب كده 2 وايت. طب انا بفرق بينهم ازاي؟ تعالى بقى واحده واحده نعرف كل واحد من دول كان عباره عن ايه وبفرق بينه ازاي اصلا. يعني بص، انا لو جيت بصيت لحضرتك هنا الراجل ده بلاك برسبتيت صح؟ طب الوايت ده لو انا عملت له هيتنج سخنته بيتحول لوايت برسبتيت، طب او بيتحول لبلاك برسبتيت. طب هل الوايت ده لما بسخنه بيحصل له حاجه؟ لا، ما خدتهاش في المنهج. يبقى انا لو جيت قلت لك انا معايا وايت برسبتيت كام احتمال؟ ادي واحد وادي التاني. طب
جيت قلت لك الوايت لو سخنته يديني بلاك، يبقى انا معايا سلفايد. ليه؟ لان ده الوحيد اللي اقدر اسخنه يديني مين؟ يديني بلاك. طب حلو. طب مستر ما في 2 يلو موجودين معايا، كده عندي كام احتمال؟ عندي احتمالين. طب بعرفهم منين؟ قال لي السيلفر برومايد اللي موجود ده doesn't dissolve، ما بيدوبش in امونيا اللي هي NH3، وحاجه ثانيه يبقى رقم 1 ما بيدوبش في الامونيا، رقم 2 برضو ما بيدوبش فين؟ في الاسيدز. يبقى الراجل ده ولا بيدوب في الامونيا ولا بيدوب في الاسيد. طب اجي ابص هنا، لا ده الراجل ده بيحصل له ديزولف ان امونيا، وبيحصل له برضو ايه؟ ديزولف ان اسيد، وبيدوب في الاسيد، وخصوصا مين؟ النيتريك اسيد اللي هو HNO3. طب واحده واحده بقى. انا دلوقتي السؤال جالي قال لي حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ قال لي والله حضرتك هتضيف سيلفر نيتريت. طب مستر انا بعد ما ضفت سيلفر نيتريت انا عندي كام احتمال دلوقتي؟ والله عندك 6 احتمالات. تبدا بقى الراجل او يبدا الراجل يتكلم معاك على نقط معينه او على حاجه معينه تبدا تشتغل بيها. يبقى انا دلوقتي اهو ضفت لك مين؟ السيلفر نيتريت، صح؟ طب لما انا ضفت السيلفر نيتريت، ثانيه واحده، بص بقى، انا دلوقتي قلت لك انا معايا مين؟ معايا سيلفر نيتريت. طب السيلفر نيتريت ده لما اجي اضيفه عندي 6 احتمالات. جيت قلت لك والله اول احتمال او اول حاجه طلعت لك جالك في السؤال قال لك طلع لي وايت برسبتيت، فادي وايت وادي وايت. حلو. طب دلوقتي افرق بينهم هما الاثنين ازاي؟ هكمل بقيه السؤال بتاعي. لو الراجل قال لي وايت برسبتيت افتر هيتنج يبقى بلاك، يبقى انا معايا سلفايد. طب تعالى بقى، لو انا مثلا جيت قلت لك وايت برسبتيت بيحصل له ديزولف ان امونيا، ماشي؟ طيب ديزولف ان امونيا، بس خلي بالك هو برضو ما بيدوبش في الاسيد، يبقى الاي جي سي ال ما بيدوبش في الاسيد، يبقى الراجل ده اهو doesn't dissolve in acids، ما بيدوبش في الاسيد. دلوقتي عندي كام احتمال للابيض؟ 2، واحد بعد الهيتنج يبقى بلاك، وواحد ما بيدوبش او بيدوب في الامونيا. اللي بيدوب في الامونيا لو انا قلت لك وايت برسبتيت ديزولف ان امونيا ما بيدوبش في الدايلوتد اسيدز، يبقى انا معايا الكلورايد. طب وايت برسبتيت افتر هيتنج يبقى بلاك، يبقى انا معايا مين؟ يبقى انا معايا السلفايد. طب لو قلت لك يلو عندي احتمالين. اول احتمال ان الراجل ده يكون ولا بيدوب في الامونيا ولا بيدوب في الاسيد، يبقى ايودايد. طب بيدوب في الامونيا او بيدوب في الاسيد يبقى فوسفيت. الراجل ده كان بيدوب في الامونيا، طب والراجل ده برضو بيحصل له ديزولف او بيدوب ان امونيا بس سلولي، ببطء، بطيء وهو بيدوب في الامونيا. طب هل الراجل ده بيدوب في الاسيد؟ لا برضو. هل الراجل ده بيدوب في الاسيد؟ لا برضو. يبقى العيله دي بالنسبه لي ما بتدوبش في الاسيد. وكان في حاجه زياده اللي هو يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك الراجل ده كان ممكن اقول لك ان هو بيتعرض للصن لايت ويديني اللون الفايلوت، والراجل ده اللي موجود معايا برضو كان ممكن اقول لك بيتعرض للصن لايت ويديني اللون الدارك. كده انا مجرد ما هلمح ان انا بضيف سيلفر نيتريت انا عندي 6 احتمالات وبكمل سؤالي. تمام؟ احنا نفترض دلوقتي ان في سؤال قدامك بيقول لك انا بعمل ادنج او بضيف سيلفر نيتريت. طب انا لما اجي اضيف سيلفر نيتريت بقى عندي كام احتمال؟ عندي 6 احتمالات. يبقى مجرد ما يقول لك انا بضيف سيلفر نيتريت انت دماغك راحت على كام احتمال؟ 6 احتمالات. معايا كام احتمال؟ معايا 6 احتمالات. طب ال6 احتمالات دول بيتوقفوا على مين؟ بيتوقفوا على الالوان اللي طالعه. طب ما انا عندي 2 ابيض، بس انا عرفت ابيض بيدوب في الامونيا يبقى كلورايد، ابيض بيتحول للفايلوت في الصن لايت يبقى كلورايد. طب هنا ابيض بيتحول للبلاك بعد الهيتنج يبقى مين؟ يبقى سلفايت، يبقى سلفايت. اصفر برضو عندي احتمالين. يبقى انا ببص على الاحتمالات اللي الراجل بيديها لي هم كام واحد بعد السيلفر نيتريت؟ 6 دول في دماغي. انا اول ما بلمح سيلفر نيتريت برمي كل اللي فات وبفكر في مين؟ بفكر في ال6 دول. طيب
بفكر في الستة دول، بتوقف ازاي عشان اختار حاجة منهم. خلاص فهمت بفكر فيها ازاي. طب لو انا بقى جيت قلت لحضرتك انا دلوقتي اكتشفت ان هو ده، يبقى انا بكشف عن ايودايد. اكتشفت ان هو ده يبقى انا بكشف عن بروميد. اكتشفت ان هو ده يبقى انا بكشف عن كلورايد، عن سلفايد، عن سلفايد، عن فوسفيت. كده انت بتبقى اخدت جزء الانايون وعرفته خلاص. وهبدا بقى زي حصه النهارده لما نمشي فيها اكشف عن مين؟ اكشف عن القطعين. يبقى انا خلاص هنا فهمت دي، انا كده بكشف عن الانايون، بعرف مين الانايون اللي موجود معايا عشان لما اعرف القطعين اكتب مين؟ اكتب الكومباوند. طيب ده كان اكبر احتمال موجود عندك. طب هل انا كان عندي حاجات تانية؟ قال لك كان في حاجات تانية موجوده. زي مين؟ الراجل قال لك مثلا ممكن اجي اقول لك زي المغنيسيوم سلفيت. ماشي. هل في تاني؟ قلت لك فاكر انت دلوقتي الراجل ده CH3COO2BB ده اللي هو الليد داي اسيتيت. طب هل في احتمال تاني؟ قال لك ايوه، عندي مثلا واحد زي الباريوم كلورايد. كل واحد من دول لما بيجي يطلع لحضرتك برسبتيت بيطلع لك اتنين، بيطلع لك كذا حاجه. بص انا كان عندي كام جروب؟ عندي 3. فكر فيهم كده واحده واحده. كان مين؟ اول حاجه كربونيت بيكربونيت هيطلع لي برسبتيت من هنا عشان برضو ما نبقاش سقطنا حاجه. سلفايد هيطلع لي برسبتيت من هنا، ده في الكونفرماتوري. ماشي. سلفايد هيطلع لي برسبتيت من هنا، ده في الكونفرماتوري. ثيوسلفيت لا ده كان بيخفي اللون، سيبك هو مفيش برسبتيت معايا فيه. طيب نايترايت برضو كان بيخفي لون بس برضو مش بيعمل معايا ايه؟ مش بيعمل معايا برسبتيت. خش على الجروب الثاني. كلورايد، برومايد، ايودايد بيعملوا برسبتيت. نايتريت بتعمل مين؟ البراون رينج، لا مش برسبتيت. طب خش على الجروب اللي بعده هتلاقي معاك الباريوم كلورايد، وهتلاقي معاك في الكونفرماتوري الراجل ده مع السلفيت والراجل ده مع الفوسفيت. كده دول البرسبتيت اللي موجودين معايا. طب واحده واحده بقى. سي مثلا ان انا دلوقتي في الاحتمال ده عندي كام حاجه ممكن تطلع؟ والله 2. ايه هما؟ يا اما يطلع وايت برسبتيت، لا اما برضو يطلع وايت برسبتيت. يعني انا لو ضفت المغنيسيوم سلفيت انا عارف ان في وايت برسبتيت طالع، بس الوايت برسبتيت اللي طالع معايا ده يا ترى امتى؟ يعني الوايت برسبتيت ده مثلا لو انا جيت قلت لك هل هو اون كولد يعني من غير هيت، ولا هل هو افتر هيتنج؟ لان انا لو جيت قلت لك ان هو طلع معايا برسبتيت بسيط جدا، كده كده البرسبتيت هنا او هنا هو عباره عن ايه اصلا؟ هو عباره عن MgCO3، وهنا برضو عباره عن MgCO3. هو ده الوايت برسبتيت، اي حاجه فيها CO لونها وايت برسبتيت. بس لو اون كولد طلع على طول يبقى انا بكشف عن الكربونات. مين الكربونات دي؟ اللي هي CO3 نيجاتيف 2. لو طلع معايا افتر هيتنج يبقى انا بكشف عن البيكربونات اللي هي HCO3 نيجاتيف. كده خلاص انا عرفتها. طب اللي بعديها معايا مين؟ معايا الليد داي اسيتيت. قال لي الليد داي اسيتيت ده عندك كام احتمال؟ عندك احتمالين. يا اما الراجل ده يبقى وايت، يا اما الراجل ده يبقى بلاك. لو الراجل ده طلع معايا بلاك يبقى انا معايا ال H2S جاز، يعني بكشف عن السلفايد. طب لو طلع معايا وايت يبقى انا كنت بكشف عن السلفيت SO4 نيجاتيف 2. طيب بالراحه. خلاص طلع معايا بلاك مع الليد داي اسيتيت يبقى انا معايا الانايون بتاع السلفايد. طلع معايا وايت يبقى انا معايا مين؟ الانايون بتاع السلفيت. خلاص عرفت لونها عامله ازاي. طب هو الجاز اللي هناك ده كده ريحته كانت ايه؟ والله الجاز ده كان عنده ريحه الروتين ايج، ريحه البيض البايظ، وكنت بقول لك ان هي باد سميل، ريحه وحشه. طب بالنسبه للباريوم كلورايد كان عندي كام احتمال؟ كان عندك برضه احتمالين. اول احتمال يطلع لك وايت برسبتيت. طب تاني احتمال برضه يطلع لي وايت برسبتيت. يبقى انا مجرد ما بلمح الباريوم كلورايد موجوده عندي في السؤال او الBaCl2 خلاص انا عارف ان هو وايت. طب الوايت ده بقى
بفرق بينهم ازاي؟ ما انا بكشف عن حاجتين. قال لك والله عن طريق حاجه، يا اما اجي اقول لك ان الوايت ده ديزولف ان امونيا، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين برضو ديزولف ان اسيدز. ماشي خلاص، انا كده كده دي انا فهمتها. حلو، اللي هو بيدوب في مين؟ بيدوب في الامونيا. بس استبعدها من هنا، خليها هنا زي ما احنا كنا شغالين. طب في حاله ان هو بيدوب، يبقى انا بكشف لحضرتك عن اهو نفس الحاجه هنا، بكشف عن مين؟ عن الفوسفات. يبقى انا هنا معايا البي او 4 نيجاتيف 3. طب لو رحت الناحيه الثانيه والراجل قال لي ان هو ما بيدوبش، يبقى هنا doesn't dissolve in acids. يبقى انا كده بكشف عن مين؟ خلاص انا كده وصلت لي الفكره. انا كده بكشف عن السلفيت SO4 نيجاتيف 2. يبقى دول البرسبتات اللي موجودين في الاماين كلهم. ايه هم بقى؟ خلاص انا كده فهمت الفكره عامله ازاي. الراجل قال لي سيلفر نيتريت، انا هتجه للحته دي وعندي 6 احتمالات افكر فيهم. طب الراجل لو جه قال لي انا دلوقتي هشتغل على مين مثلا؟ هشتغل على المغنيسيوم سلفيت. خلاص انا عارف ان طالع وايت او وايت، بس يفرق معايا ايه بقى؟ اون كولد ولا بعد الهيتنج؟ لان بعد الهيتنج يبقى انا بكشف عن البيكربونات. طب اون كولد يبقى انا بكشف عن الكربونات. الليد داي اسيتيت نفس الكلام بالظبط، اهو بصيت عليه. الليد داي اسيتيت اللي موجود ممكن يطلع لي وايت وممكن يطلع لي بلاك، فانا اول ما يقول لي في السؤال ليد داي اسيتيت انا خلاص بقيت في الاحتمالين دول. اكمل السؤال بلاك يبقى انا معايا سلفايد، بكشف عن جاز ال H2S. طيب وايت يبقى انا معايا سلفيت. باريوم كلورايد عندي احتمالين وانا عارف ان لونهم ابيض، واحد منهم بيدوب في الاسيد يبقى البي او 4، واحد منهم ما بيدوبش في الاسيد يبقى الاس او 4 او السلفيت. يبقى انت دلوقتي مجرد ما الراجل يكلمك على بيرسبتيت خلاص انا عارف انا هشتغل ازاي، انا عارف انا هتعامل ازاي. انا هبص على المايند ماب اللي قدامي دي لازم انت تحطها في دماغك كوبي بيست. طب هتاخد وقت؟ هتاخد وقت عشان تتحط في دماغك كده كوبي بيست، بس انت لو حطيتها قدامك وحليت بيها اي سؤال بيرسبتيت هيتحل خلاص وانت مغمض. اي سؤال بيرسبتيت ايه هيتحل. هاجي ابص هنا، دي قدامي الراجل جالي في السؤال قال لي والله سيلفر نيتريت. خلاص يا مستر سيلفر نيتريت انا عارف انا شغال ازاي، خلاص خلصت معايا، خلاص الموضوع انتهى. سيلفر نيتريت انا ماليش دعوه بدول، انا هفكر هنا. عندي كام احتمال؟ عندي 6 احتمالات. هاجي ابص اشوف اللون اللي طالع يلو، معايا احتمالين. قال له معايا كام احتمال؟ الاحتمالين. اشوف اليلو بقى بيدوب في الامونيا ولا ما بيدوبش. ما بيدوبش يبقى ايودايد، ما بيدوبش في الاسيد يبقى ايودايد. طب بيدوب في الامونيا او بيدوب في الاسيد يبقى فوسفيت. خلاص انا عرفت الجزء الامين اللي موجود معايا اللي انا شغال بيه اللي انا بكشف عنه، خلاص عرفته. خلاص الموضوع بالنسبه لي ايه؟ الموضوع بالنسبه لي انتهى. يبقى ده كده كل البرسبتات اللي موجوده عند حضرتك. دي كده ايه؟ كل البرسبتات اللي موجوده عند حضرتك دي تحطها قدامك تشتغل بيها، الدنيا هتبقى لذيذه، هتبقى بسيطه، مش هيبقى عندك اي مشكله. طب تمام. طب احنا كشفنا على البرسبتات، ما انا عندي جازز كتير قوي ودي حوار. طب تعالى بقى كده واحده واحده زي ما عملنا اللي فات نعمل ده دلوقتي، نمشي مع الجازز واحده واحده. انا معايا مين؟ ممكن جاز الكربون دايوكسيد اللي هو CO2. ماشي. طب هو بالنسبه لجاز الكربون دايوكسيد اللي هو CO2 ده بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل حاجتين. ماشي خلصنا منه. طب بعد الكربون دايوكسيد في ال H2S واحنا قلنا ان هو ريحه الروتين ايج، خلاص اخلص منه. يجي بعد منه الجاز اللي بيظهر في السلفايت اللي هو SO2 اهو. ماشي. طب يجي بعد منه جاز معين قوي اللي هو مين؟ اللي هو مثلا هو مش هنقول عليه جاز، اللي هو كان بيكشف، او دي برضو ما نقولش عليها كده، احنا نمسح دي كده، دي وجع القلب. احنا نكتب حاجه حلوه قوي طالما هي ليها كذا معنى. نكتب K2CR2O7 اللي هو البوتاسيوم دايكرومات. والراجل ده بالنسبه لي كان لونه اورنج، ومعاه البوتاسيوم بيرمنجانيت اللي هو KMnO4، وده كان لونه بيربل او فايلوت اهو. ماشي.
وكان معايا الايودين، يبقى انا عايز اشوف ده هيحصل له ايه وعايز اشوف ده هيحصل له ايه. ومعايا مين؟ ومعايا الايودين. الايودين كان ليه لونين، لو في حاله ان هو اكوس او ليكويد فالراجل ده لونه هيبقى براون. ايودين ليكويد لونه بني، ايودين ليكويد لونه بني لان الفايلوت فيبر. تمام. اهو عايز اعرف برضو ده هيعمل ايه ولا هيحصل له ايه ولا ايه المصيبه اللي هتحصل معايا. ماشي. طيب خلاص كده خلصنا، نخش على الجروب اللي بعد منه. كان معايا جازات بتطلع زي مين؟ قال لي والله زي جاز مثلا ال HCl. عايز اشوف ده بيحصل له ايه. وزي جاز تاني اللي هو كان HBr، عايز اشوف برضو بيحصل له ايه. وجاز تاني اللي هو HI برضو عايز اشوف بيحصل له ايه. وكان معايا ال NO اللي لونها colorless بيحصل لها اوكسيديشن تتحول ل NO2 اللي لونه ريدش براون فيومز. ماشي. وكان معايا ال FeSO4 والراجل ده بيبقى فريش عشان ما يبقاش اتأكسد، بضيف عليه حاجة فيها NO، تمام، اللي هي النيتريت NO3 نيجاتيف، طبعا اسيديفايد بالسلفوريك اسيد. الكلام ده كله مش كل ده اللي يهمنا، انا دلوقتي بعمل مايند ماب عشان يطلع لي حاجة ايه هي مش عارف، هنشوف لسه. طب هل في جازات تانية؟ لا. تعالى بقى واحدة واحدة. الكربون دايوكسيد ده كان بيعمل ايه؟ بيعمل تربيديتي لللايم ووتر. امتى؟ في الشورت تايم. يبقى انا هاجي هنا اهو في الشورت تايم، وهنا في اللونج تايم. حلو. طب هو في الشورت تايم يا ترى بيحصل ايه وفي اللونج تايم بيحصل ايه؟ في الشورت تايم بيعمل تربيديتي، يعمل تربد لللايم ووتر. مين اللايم ووتر؟ CaOH2. طب هنا مفيش تربيديتي. طب سؤال بقى، هو الراجل هنا لما عمل تربيديتي كون لحضرتك مين؟ كون لحضرتك برسبتيت اللي هو CaCO3، ده وايت برسبتيت، اي حاجه فيها CO او SO ابيض. اجي هنا بقى مفيش تربيديتي مع اللونج تايم لان انا كونت CaHCO3 2، وقايل لك ان اي حاجه فيها بي كربونات مش برسبتيت، اي حاجه فيها بي كربونات مش برسبتيت. اجي هنا بوتاسيوم داي كروميت ده لونه اورنج بيتحول للون الجرين، والبوتاسيوم برمنجانات لونه بيربل بيتحول للكالر ليس. وعموما عشان يتحول للكالرليس فهو بيتحول للMnSO4، هي دي الكالرليس اللي موجوده معايا. طب كمنهج او كمنهجي بيكلمني ان هنا عشان يتحول لجرين انا لازم اضيف جاز الSO2، وهنا عشان يتحول لكالرليس انا لازم بيكون معايا NO2 نيجاتيف. طب هو جاز الSO2 ده بيطلع من كام حاجه؟ قال لي بيطلع من حاجتين، يا اما يكون معايا SO3 نيجاتيف 2 اللي هي السلفايد، يا اما يكون معايا S2O3 نيجاتيف 2 اللي هي الثيوسلفيت. بس الثيوسلفيت بتطلع SO2 بلس الاس اللي بتقع مني اللي لونها يلو، وهنا النيترايت. بس احنا بقى اتفقنا على حاجه تانية خالص، ان اللي ممكن يخفي اللون او يغيره اي حاجه تقبل اوكسيديشن. اي حاجه تقبل ايه؟ اوكسيديشن. ليه؟ لان الناس اللي موجوده معايا هنا اصلا اللي احنا بنتكلم عليهم الاثنين دول، هو الاثنين دول مع بعض على فكره عباره عن اوكسيدايزنج ايجنت بيأكسدوا، فعشان يأكسد حاجه لازم يتضاف على حاجه تقبل اوكسيديشن. طب انا بعرف منين الحاجه دي تقبل اوكسيديشن ولا لا؟ بزود او واشوف انا عارف الحاجه ولا لا. زي مين؟ NO
لو زودت او هيبقى ان او 2، شفتها قبل كده، خلاص يقبل اوكسيديشن، يبقى اللون يختفي او يتغير. طيب سي او 2 هخليها سي او 3. مستر ما ده الكربونات، لا الكربونات ده اللي هو سي او 3 نيجاتيف 2، ده كده كربونات. انما سي او 3 بس دي حاجه مش موجوده. تمام؟ فانا بالنسبه لي طالما هم اوكسيدايزنج ايجنت فلازم يتضاف على حاجه تقبل اوكسيديشن، عشان لما تقبل اوكسيديشن اللون يختفي او يتغير. منهجنا بيكلمك على الاثنين دول، بس فهمنا يكلمك على ايه؟ اي حاجه تقبل اوكسيديشن. طب الايودين لونه ايه؟ براون. طب اللون البراون ده بيتحول للون كلرلس اهو. في حالة ان هو يتحول للون كلرلس يبقى انا كده بكشف عن الثيوسلفيت. مين الثيوسلفيت؟ S2O3 نيجاتيف 2. ماشي. طب ال HCl قال لي والله ال HCl ده بضيف عليه امونيا اللي هي NH3. طب ال HBr بعمل له اوكسيديشن بالكونسنتريتد سلفوريك اسيد H2SO4 يحصل عمليه اوكسيديشن، والراجل ده لازم يبقى كونسنتريتد يعني ليكويد. طب هنا برضه بعمل له اوكسيديشن بال H2SO4 عشان يحصل له عمليه اوكسيديشن، وبرضه ده كونسنتريتد يعني ليكويد. طب تعال هنا يطلع لحضرتك NH4Cl وده الفيزيكال ستيب بتاعته سوليد، والراجل ده انا عارف ان هو عباره عن وايت كلاودز. ماشي. طب هنا لما اعمل اوكسيديشن يتحول للبي ار 2، وهنا لما اعمل اوكسيديشن يتحول للاي 2، بس هنا فيبر وهنا برضو فيبر. الراجل ده كان ممكن اعديه على ورقه من الستارش، والراجل ده برضو كان ممكن اعديه على ورقه عليها ستارش. برومين لونه ايه؟ قال لي والله اورنج ريد فيومز. طب الايودين فيبر فايلوت، فيبر فايلوت يبقى لونه فايلوت. ماشي. طب لما ببدا اشوف بقى لما بعديه على الستارج ده بيتحول للون اليلو، وده بيتحول للون البلو. اروح هناك، هو مين اللي بيطلع لي ان او في الاول؟ ده النيترايت اللي هو NO2 نيجاتيف. ومين اللي بيطلع لي ال NO2 على طول؟ ده النيتريت اللي هو NO3 نيجاتيف. ده لما بيطلع لك نيترايت او لما بيطلع لك النيتريك اوكسيد اللي هو ال NO، فانا معايا التيوب بالمنظر ده. حلو. اللون من جوه كلرلس، اشمعنى؟ لان الراجل ده كلرلس. امتى اللون يبدا يظهر معايا؟ عند الماوس اوف ذا تيوب، يبدا يحصل لي الريدش براون عند الماوس اوف ذا تيوب. طب هنا لا، هنا مختلفه، هنا اللون طالع من جوه التيوب لان انا من جوه مكون مين؟ مكون ال NO2. فده الفرق بينهم هما الاثنين. طب ماشي. اجي هنا معايا FeSO4 بلس ال NO3 اللي موجوده، فده من الاخر بيكون لحضرتك FeSO4 دوت NO، ودي بالنسبه لحضرتك البلاك او البراون رينج. اي هيتنج جنتل هيتنج او شيكنج يشيل لك البتاع ده، يكسر لك البوند اللي موجوده هنا. طب مجرد ما البوند اللي موجوده هنا تبدا ان هي تتكسر معاك، فمين يبدا يتحرر؟ ال NO. فال NO لما يبدا يتحرر ويطلع للماوس اوف ذا تيوب يتاكسد يبقى NO2، يبقى هنا ده يطلع بالمنظر ده، يحصل له اوكسيديشن يتحول ل NO2 فين؟ عند الماوس اوف تيوب. يبقى انا دلوقتي البورد اللي فاتت اي برسبتيت موجود فيها، البورد دي اي جاز موجود فيها. يعني الراجل يجي يقول لك اي حاجه من هنا انت فهمت، يقول لك والله بص انا عديت الايودين براون او جبت الايودين براون عديت عليه حاجه اللون اختفى، خلاص اهو بكشف عن مين؟ بكشف عن الراجل ده. طيب يقول لك عديت امونيا عمل لك وايت كلاودز، خلاص انا بكشف عن مين؟ عن الCl. تمام. طب عديت او عملت اوكسيديشن بالسلفوريك اسيد طلع لي اورنج ريد، خلاص يبقى انا بكشف عن
البي ار، يبقى انا معايا بي ار. هنا يبقى انا بكشف عن ايودايد. انا خلاص بدات افهم اجمع. طب هنا انا بكشف عن مين؟ انا بقول لك اي حاجه فيها نيتريت، يبقى انا لو عملت البراون رينج يبقى انا معايا نيتريت. طب طلع لي جاز كولرليس اتاكسد عند الماوس اوف ذا تيوب، يبقى انا معايا نيترايت. طيب طلع لي جاز ريدش براون اصلا من جوه التيوب، يبقى ده مين؟ نيتريت، لان الجاز ده انا عارف ان هو ايه؟ ريدش براون. زي الفل، خلاص خلصنا. وصلت الفكره؟ يبقى البورد دي كده اهو، انا هبعد تمام، صورها ماشي. البورد اللي قدامك دي صورها برضو، هي عباره عن كل البيرسبتيت اللي موجوده في الانايون، فسواء دي قدامك او الثانيه قدامك انا خلاص هقدر اطلع الانايون بتاعي واشوف الدنيا عامله ازاي. ماشي كده احنا خلصنا الانايون. ندخل بقى نشوف الكاتايون بالنسبه لنا اصلا بيتكلم عن ايه او بيقول ايه والوضع بتاعي عامل ازاي. راجع الانايون واحده واحده بالمايند ماب قبل ما تخش معايا على الكاتايون. الكاتايون جزء سهل بسيط لذيذ ألذ من اللي فاتت، بس برضو لازم اكون مقفل اللي فات. وقف الفيديو راجع اللي فات كويس قوي، هو اصلا كان ريفيجن عن الحصه اللي فاتت، وبعد كده ابدا معاه فين؟ في الكاتايون. خلصنا الانايون شرح، راجعناه، عملت لك فيه كل حاجه، قدمت لك فيه كل حاجه. تعالى بقى الكاتايون، الموضوع اسهل بكتير قوي. بس خلينا نتفق على حاجه، في الحقيقي وعلى ارض الواقع للاسف الكاتايون مش سهل. ده على ارض الواقع حقيقيا علميا في المعامل الكاتايون الموضوع بالنسبه لك صعب. سهل ان انا اكشف عن الانايون، سهل لان عدد الانايون مش كبير زي عدد الكاتايون. عدد الكاتايون مهول لان ممكن الاقي حاجه واحده عندها كذا اوكسيديشن. يعني مثلا انا واخد اليمنت زي المنجنيز، صح؟ المنجنيز ده ممكن يديني حالات اوكسيديشن بوزيتيف 2 وممكن بوزيتيف 3 بوزيتيف 4 5 6 7. كل حاله من دول ليها كشف. يعني البوزيتيف 2 بيتكشف عنه بطريقه، بوزيتيف 3 بيتكشف عنه بطريقه، بوزيتيف 4 بيتكشف عنه بطريقه، 5 بطريقه، 6 بطريقه، 7 بطريقه. فعدد الكاتايون كبير قوي ان احنا نكشف عنه. ففعليا الكاتايون بالنسبه للانايون هو كومبليكيتد، هو معقد اصلا في الكشف. ده حقيقيا وعلميا. طب على ارض الواقع ده اللي انا بقوله. طب في منهجك لا، في منهجك الانايون اصعب كعليك انت او كمذاكره ليك انت. انت هتحس ان الكاتايون اسهل ومش هياخد معانا وقت. بس لو انا جيت سالتك او جبت لك سؤال او جالك سؤال في الامتحان يقول لك حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ مين سهل الكشف عنه؟ انايون ولا كاتايون؟ لا يا مستر سهل اكشف عن الانايون علميا، هو اسهل. فانت هتجاوب بكده، مش هتقول رايك. تمام، انا مش بسالك عن رايك، رايك ده ما يهمنيش في حاجه، انا بسالك على ايه؟ على المنهج. رايك بتاعك خليهولك، مين اسهل لك دي بتاعتك انت. انما في المنهج لو جيت قلت لك الكشف عن مين اسهل هتقول لي الكشف عن الانايون، لان الكاتايون معقد، لان الاليمنت الواحد ليه كذا حاله اوكسيديشن، والكذا حاله اوكسيديشن اللي انا بتكلم عليهم دول والله كل واحده من دول ليها كشف معين. طيب الكاتايون اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي بيبقى عنده الجزء البوزيتيف اللي بيتكتب رقم 1 واللي بيبقى بيزك راديكال. يعني ايه بقى بيزك راديكال؟ يعني جاي من البيزك. يعني مثلا NaOH، انا عرفت منين ان الراجل ده بيزك؟ اي حاجه فيها OH بتبقى بيز، فلما اشيل الOH ويتفضل لي Na بوزيتيف هو ده البيزك راديكال، هو ده الكاتايون، هو ده اللي التشارج بتاعته بوزيتيف اللي بيتكتب اول حاجه قبل الانايون. طيب بيقول لي identification of the basic radical is more complicated، معقد وصعب عن الانايون. طب ليه بقى؟ قال لي اول حاجه البيزك راديكال عددهم كبير قوي، ماشي. تاني حاجه ان انت اصلا تعمل لهم سيبريتنج او تفصلهم عن بعض، الموضوع ده بالنسبه لك صعب جدا، صعب ان انت اصلا تفصلهم، لان الكاتايون عموما بيبقوا موجود ميكسد كذا حاجه مع بعض، كذا حاجه ماسكين مع بعض، فصعب ان انا افصلهم. طب تاني حاجه بقى حالات الاوكسيديشن اللي احنا اتكلمنا عليها، يا لهوي ده عنده حاجات بالعبيط. الرابعه الكونفيرماتوري تيست بتاعته بالنسبه لي برضو مش بسيطه او مش كتيره، او الموضوع بالنسبه لي اللي هو ايه، مش بسيط زي الانايون. تمام، الموضوع رخم، في رخامه في الموضوع. طب تعال قال لي بص بقى الكلاسيفيكيشن والايدنتيفيكيشن بتاع البيزك راديكال. The basic radical of the salt to be identified are in the form of solution so the salt is dissolved in one of the following solvent. يعني ايه؟
يعني انا عشان ابدا اصلا اكشف عن الكاتايون لازم في الاول خالص بدوبه. طب بدوبه في مين؟ في اي حاجه من دول. في حاجات بتدوب في الميه ساقعه او سخنه، في حاجات ما بتدوبش فيها، بضطر ان انا اضيف لها كونسنتريتد او HCl، يعني كونسنتريتد او دايليوتد عادي. في حاجات بتدوب في الكونسنتريتد وفي حاجات بتدوب في الدايليوتد. ممكن كونسنتريتد ويبقى من غير هيت يعني على الكل، وممكن كونسنتريتد ولازم يبقى ساخن، لازم تشغل تمبريتشر عليه زي ال HCl او النيتريك اسيد. فانا بالنسبه لي لو جيت ضفت حاجه، لا ده لازم الكاتايون يدوب في ميه سخنه او ساقعه، يدوب في اسيد كونسنتريتد او دايليوتد، يدوب في اسيد كونسنتريتد سخن او ساقع يعني سخن او ما سخنش، يدوب في اسيد دايليوتد سخن او ساقع برضو على حسب نوع الكاتايون اللي موجود معايا. طيب البيزك راديكال بالنسبه لي عندي في المنهج بيتقسم ل 6 جروب. كام جروب؟ 6. يا مستر ده اللي فات كانوا 3 بس، ده 6. بس ده ابسط بكتير قوي في شرحه. ماشي، يبقى بيتقسم لكام جروب؟ 6 جروب. الجروبس دي اسمها ايه؟ اناليتيكال جروب. يعني انا لو جيت قلت لحضرتك انا عندي اليمنت او عندي حاجه موجوده في الاناليتيكال جروب الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس، حضرتك تجمع انا بكلمك على كاتايون، بكلمك على واحد من الكاتايون اللي احنا هندرسهم دلوقتي. تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي اسمهم ايه؟ اناليتيكال جروب. طب الجروب بقى reagent react with the salt solution to give insoluble salt precipitate. يبقى الناس دي بتطلع لي برسبتيت، الناس دي معتمده على البرسبتيت، الناس دي مالهاش دعوه بالجازيز، الناس دي ما بتطلعليش جازيز زي الانايون. الانايون كان المين تيست بيطلع لي جازيز في معظمهم. كونفرماتوري بيرسبتيت، الراجل ده معتمد على مين بس؟ معتمد على البيرسبتيت. طيب كل جروب عنده رياجنت معين، عنده حاجه معينه بتكشف عنه زيه زي الانايون. ما هنا الجروب لازم يكون في حاجه هي اللي بتكشف ايه؟ بتكشف عنه. طب مثلا الفيرست جروب، السكند جروب، الثيرد، الفيفث. ايه ده؟ مش فاهم. اول، تاني، تالت، خامس، الرابع والسادس فين؟ مش عليا بجد والله. والله يعني هما كام جروب؟ 6. انا فعليا هدرس كام؟ اول، تاني، تالت، خامس، هدرس 4 بس. الفيرست فيه ميركوري وسيلفر وليد، بس ميركوري بوزيتيف 1. طب هل الميركوري بوزيتيف 2 زيه زي الميركوري بوزيتيف 1؟ لا. انا في اول الحصه قلت لك ايه؟ كل حاله اوكسيديشن بتديني حاجه مختلفه عن الحاله الثانيه مع انهم نفس الاليمنت. فالكشف اللي انا هشتغل عليه دلوقتي انا بشتغل على الميركوري بوزيتيف 1. طب مستر ميركوري بوزيتيف 2 ما اعرفكش. مستر ما اعرفش والله. اهو تمام كده. يبقى ميركوري بوزيتيف 2 حاجه وميركوري بوزيتيف 1 حاجه ثانيه. انا بكشف عن مين؟ عن البوزيتيف 1. الجروب الثاني فيه اليمنت واحد بس اللي هو الكبر بس، خلصنا. طب الجروب الثالث فيه ايرن داي وايرن تراي. مستر ما دول الاثنين ايرن، بس انا قلت لحضرتك ايرن بوزيتيف 2 عن بوزيتيف 3 ده حاجه وده حاجه، ده هيديني لون وده هيديني لون. حالات الاكسيديشن لما بتتغير الشكل والبرسبتيت اللي بيطلع هيتغير، ومعاهم الومنيوم بوزيتيف 3. الخامس كالسيوم بس. طيب تعالى بقى وركز معايا قوي في الحته دي عشان خاطر ربنا، لان في اسئله كتير بتيجي لك الراجل يروح جاي قايل لك ايه؟ بص يا حبيبي انا هشتغل بالرياجنت بتاع الجروب الاول، انا هشتغل بالرياجنت بتاع الجروب الثاني، انا هشتغل بالرياجنت بتاع الجروب الثالث. بفكر فيها ازاي؟ بص، مين الرياجنت بتاع الجروب الاول؟ HCl. يبقى انا لو قلت لك انا معايا ماده اكس هضيف عليها الرياجنت بتاع الجروب الاول، يبقى انت هتقول لي الاكس بلس HCl. طب قلت لك انا معايا الرياجنت بتاع الجروب الثاني، مين ده؟ قال لي هو عباره عن HCl مع ال H2S. مين مع مين؟ HCl مع ال H2S. مين الاساسي بتاعه؟ ال H2S. مين الاساسي اللي بيكشف؟ ال H2S. ايه ده؟ يعني الكبر لما فعله مع ال H2S، بص كده، كبر هفعله مثلا مع ال H2S، ايه اللي هيحصل؟ الكبر هيتجه ان هو يمسك في السلفايد. كبر سلفايد اي حاجه فيها اس اسود، يعني ده هيطلع لي بلاك. ايوه بجد والله. والله ماشي. السيرد امونيوم هيدروكسيد وامونيوم كلورايد. مين الكاشف او الديتكشن بتاعك؟ الامونيوم هيدروكسيد.
وممكن اقول لك ان ايه OH اللي هو الصوديوم هيدروكسيد. طب مين الكاشف بتاع الجروب الخامس؟ الامونيوم كربونات. مين اللي هيكشف معايا فيها؟ الكربونات. اشمعنى؟ عشان الكربونات تعمل بيرسبتيت. زود مع الثلاث حاجات اللي انا قلت لك ما بيعملوش بيرسبتيت، نيتريت، بيكربونات، جروب ال1A هزود عليها امونيوم، لان الامونيوم ما بتعملش بيرسبتيت. طب هنا البيرسبتيت هيطلع في شكل الكلورايد عشان في Cl. هنا البيرسبتيت هيطلع في شكل السلفايد ويبقى لونه اسود. هنا البيرسبتيت هيطلع في شكل الهيدروكسيد. هنا البيرسبتيت هيطلع في شكل الكربونات. طب البيرسبتيت طبعا انسوليبل ان ووتر، انسوليبل ان ووتر، انسوليبل ان ووتر، انسوليبل ان ووتر، لان اي بيرسبتيت ما ينفعش يكون بيدوب في الميه، لان لو البيرسبتيت بيدوب في الميه ما بقاش بيرسبتيت. فجمله زي دي انا مش محتاج ان انا اقول لك عليها. طب تمام كده بالنسبه للكاتايون انا فهمت الكشف عنه صعب بسبب صعب افصله، حالات الاكسيديشن بتاعته كتيره جدا، التجارب بتاعته مش كتيره، او الموضوع مش سهل ومش بسيط زي الاناين، بس فعليا هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. يعني مثلا اللي مطلوب من حضرتك هنا ايه؟ الفيرست جروب مين الكشف بتاعه؟ HCl، بيكون برسبتيت في شكل سلفايد او كلورايد. عندي كام حاجه فيه؟ 3. ميركوري بوزيتيف 1 وسيلفر بوزيتيف 1. طب سيلفر بوزيتيف 2 معرفكش، والليد بوزيتيف 2. هما الثلاثه اللي موجودين. مين الديتكشن بتاعهم او مين الريجنت بتاعهم؟ HCl. فلو انا ضفت هنا Cl هيطلع لي AgCl. ايه ده مستر؟ هو مش ده اللي عدى عليا في الانايون وكان وايت بيرسبتيت؟ وهنا HgCl وهنا BbCl2 BbCl2 والCl كلها ابيض، Cl كلها ابيض، وايت بيرسبتيت وايت بيرسبتيت وايت بيرسبتيت. ايه ده؟ اس مع او ابيض، سي مع او ابيض، Cl ابيض، يبقى دول كلهم وايت بيرسبتيت. فين الايكويشن؟ مش عليك بجد والله. والله يبقى بص كده، هو بيقول لك في الفورم بتاع الكلورايد بيطلع بيرسبتيت. طب البيرسبتيت ده لونه ايه؟ ابيض. معايا كام واحد في اول جروب؟ 3. سيلفر، ميركوري، ليد. سيلفر بوزيتيف 1، ميركوري بوزيتيف 1، ليد بوزيتيف 2، كلهم وايت بيرسبتيت. سيلفر بوزيتيف 1 والسيلفر بوزيتيف 2 او سوري سيلفر بوزيتيف 1، الميركوري بوزيتيف 1، الليد بوزيتيف 2، كلهم لونهم ابيض. سيلفر بوزيتيف 1 سيلفر بوزيتيف 1، ميركوري بوزيتيف 1، ليد بوزيتيف 2، كلهم وايت بيرسبتيت لونهم ابيض. ماشي خلصنا من اول جروب بجد والله. والله والشيء اللي بعده السكند جروب مين اللي بيكشف عني؟ والله قلت لك الكاشف الاساسي اللي هو ال H2S. طب مستر ما موجود في يعني في وجود ال HCl عادي. ال HCl ده عامل مساعد للرياكشن، ولازم لازم لازم يكون اسيدك ميديم. ما ينفعش ال HCl دي اشيلها واحط مكانها حاجه بيزك. اشمعنى؟ هو مش ال HCl او ال H2S ده اسيد؟ طب انا لو شلت ال HCl وحطيت مكانه حاجه بيزك، الله حبيبي حبيبي حبيبي، اسيد وبيس سولت ووتر، يروح ال H2S متفاعل مع البيس. طب وبالنسبه للكبر اللي انا عايز اكشف عنه ده عند خالتك في البيت بقى، الكبر هيقعد يتفرج. اشمعنى؟ ما هو انا لو معايا اسيد وفي بيز، اسيد وبيز بيحبوا بعض، بيحبوا يتفاعلوا مع بعض، اليوم دخلوا في بعض كده وطلع لك سولت ووتر، والكبر واقف يتفرج على الفراشات اللي طالعه بينهم هما الاثنين. يا عم انا عايز اكشف عنك انت، اعمل لك ايه؟ مش تلجات بيزك، انا مالي، هما الاثنين بيحبوا بعض. انت دلوقتي عشان انا اتفاعل مع ال H2S محتاج الميديم يبقى اسيدك. ليه؟ عشان لو انا جبت H2S بلس HCl ده اسيد وده اسيد، ما بيتفاعلوش مع بعض، بيكرهوا بعض. فدلوقتي ال H2S عندها دلوقتي كام حاجه؟ عندها اختيارين. تمام؟ هي خلاص واحده، عندها كام اختيار؟ عندها اختيارين، في عريسين متقدم لها. اول حاجه لو انا بقول لك لو هو بيزك، تمام، تعال بص بقى اهو ال H2S دي ال H2S، تمام، عروسه موجوده. طب جيت انا للعروسه دي وقلت لها في واحد بتحبيه
وفي واحد عادي ما تعرفوش اصلا. تختار مين؟ هتختار اللي بتحبه. فلو انا معايا بيزك هيروح ال H2S متفاعل مع البيزك وتفكس الكبر، ما انا ما اعرفوش اصلا، فاختار اللي بحبه احسن. طيب في الحاله دي ال H2S قدامها اختيارين، يا الكبر اللي واحد هي لسه ما تعرفوش ولسه ما اتعرفتش عليه، يا واحد هي بتكرهه كره العمى واللي هو الاسد. فهي تختار مين؟ اللي ما تعرفوش. ما هو اللي ما اعرفوش ده ممكن يطلع كويس، انما التاني انا عارفه ان هو زفت وزباله، فليه اختاره؟ فاختار مين؟ الكبر. فعشان كده لازم وانا بعمل الرياجنت او وانا بعمل الكاشف بجيب الحاجه في نفس الميديم بتاعها. يعني H2S ده اسيد هضيفه في اسيدك ميديم، طب لو ضفته في بيزك باظت. فاجي هنا اهو البرسبتيت بيطلع في شكل السلفايد في اسيدك ميديم. ليه اسيدك ميديم؟ لو بيزك باظت ماشي. By dissolving the salt in water and adding diluted hydrochloric acid to render the medium acidic. بخلي الميديم acidic. ليه؟ عشان ال H2S أول ما تنزل الميديم وتلمح إن هو HCl تقول لك لأ ده نطيق العمى وما طيقهوش، ده أنا أجري على مين؟ أجري على الكبر. بعد كده ببدأ أعدي ال H2S. يختار الكبر ولا الأسيد؟ لا معلش أنا هختار الكبر المرة دي. ليه؟ ما أنا بكره ده، انا مش طايقه ده، مش عايزه اتعامل مع ده، فاروح رايح على مين بقى؟ متفاعل مع الكبر. فاللي يحصل دلوقتي بص، كبر سلفيت اهو H2S، طبعا لازم يكون HCl ولازم الميديم بتاعك يكون اسيدك. لازم الميديم يكون ايه؟ اسيدك عشان يطلع لي سلفوريك اسيد والكبر سلفايد. طب سلفوريك اسيد اكوس، كبر سلفايد ده بيرسبتيت، اي بيرسبتيت فيه اس، اي حاجه فيها اس اسود، يبقى ده بالنسبه لي بلاك بيرسبتيت. يبقى ده ايه؟ بلاك بيرسبتيت. طب ايه اللي حصل بقى؟ اهو بلاك بيرسبتيت اوف كبر دايسلفايد از فورمد، اتكون which soluble in hot nitric acid. بص بقى، كبر داي سلفايد، كبر داي سلفايد، كبر داي سلفايد، يعني الكبر اللي معايا بوزيتيف 2 نطلع فوق كبر داي. طيب ينفع مونو؟ لا يا مستر. ليه؟ عشان انت قلت لي الكشف عن الداي غير المونو غير التراي، كل ما حاله الاكسيديشن تتغير كل ما اللون والحاجات تتغير. يبقى هنا انا شغال على مين؟ على داي. ده بيرسبتيت بيدوب فين؟ في النيتريك اسيد، زيه زي الفوسفيت بتاع الانايون. ما الفوسفيت كان بيدوب في النيتريك اسيد، فده برضو بيدوب فين؟ في النيتريك اسيد. طب هل نيتريك اسيد بس؟ لا، اي اسيد تاني. ليه؟ تعال بص كده، كبر سلفايد حلو. طب الكبر سلفايد ده اللي موجود معايا اهو دلوقتي، كبر سلفايد، هاجي افعله مع اي اسيد اقوى منه في الجروب، مثلا HCl، مثلا H2SO4 او النيتريك اسيد اللي موجود. هو مش ده وده اقوى من ده لان ده من الجروب الاول، دول التاني والتالت فيقدروا يكرشوه، فاقدر اكشف ايه او اقدر ادوبه عن طريق اضافه نيتريك اسيد او اي اسيد. ماشي، عملته اتاكد. خش على الكونفيرماتوري، التجربه التاكيديه. كونفيرماتوري بقى انا بجيب الكبر اللي موجود معايا وبفعله مع صوديوم هيدروكسيد. طب لما بفعله مع صوديوم هيدروكسيد زي مين مثلا؟ لو انا جيت قلت لك انا معايا CuCl2 بلس NaOH، طبعا دي كونفيرماتوري يعني مش شرط يبقى نفس الرياجنت بتاع المين اللي انا بقول لك عليه. هاجي هنا اهو كبر تمسك مع الهيدروكسيد فيطلع لي CuOH2. ماشي، الراجل ده فاكر شابتر 1 لما كنت بقول لك عموما محاليل او الدنيا بتاعت الكبر لونها ازرق؟ الراجل ده بيرسبتيت لونه بلو. لونه ايه؟ بلو. طب اعمل له هيتنج، اي حاجه بسخنها لو فيها H2O بسحب منها ميه، فلو انا سحبت من هنا H2O يتحول لكبر اوكسيد. والحاجه لما بتسخن او لما بولع في حاجه بتتحرق، والحاجه لما بتتحرق بيبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها بلاك.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني الكبر بيديني 2 بلاك؟ بيديك 2 بلاك، مره مع الاس الاسود ومره لو حرقت البلو بيرسبتيت اللي موجود. اي حاجه بحرقها بتسود، اي حاجه بحرقها بتطلع لك رماد اسود، فده يطلع لي ايه؟ بلاك. يبقى بيطلع لي بلو بيرسبتيت اللي هو CuOH2. ده لو عملت له هيتنج يتحول للون البلاك، لو عملت له هيتنج يتحول للون البلاك. يبقى كده اول جروب في الكتايون موجود معايا متكون من 3: سيلفر بوزيتيف 1، ميركوري بوزيتيف 1، ليد بوزيتيف 2، والثلاثه ابيض، والثلاثه ابيض. تاني واحد الكبر، عندي تجربه اساسيه وتجربه تاكيديه. التجربه الاساسيه بضيف ال H2S في وجود اسيديك ميديم اللي هو HCl عشان يطلع لي كبر سلفايد اللي هو بلاك بيرسبتيت. حلو. اخش على اللي بعد منه، التجربه التاكيديه، بضيف صوديوم هيدروكسيد بيطلع لي كبر هيدروكسيد لونه ازرق، كبر هيدروكسيد لونه ازرق، كبر هيدروكسيد لونه ازرق، كبر هيدروكسيد لونه ازرق. ولغايه دلوقتي مفيش حاجه زرقاء عدت عليا غير الكبر هيدروكسيد. يبقى الكبر هيدروكسيد لونه ازرق، كبر هيدروكسيد لونه ازرق. اي حاجه بسخنها بسحب منها ميه، فلو سحبت من هنا H2O هيطلع لي كبر اوكسيد، والحاجه لما بتسخن بتسود، تطلع لك رماد اسود، يبقى لونه ايه؟ لونه بلاك. طيب الجروب الثالث، وده يعتبر اصعب جروب، يعني بص الاثنين اللي فاتوا خلصوا كده، ده يعتبر اصعب جروب معايا. بيقول لي ذا ثيرد جروب في مين؟ ايرن داي، ايرن تراي، الومنيوم تراي. مين الديتكشن بتاعهم؟ الجروب رياجنت. يبقى انا بكلمك على المين تيست، يبقى بكلمك على مين؟ على المين تيست. مين الرياجنت بتاعي في المين تيست؟ قال لي امونيوم هيدروكسيد. طب لما اجي للكونفرماتوري هلاقي صوديوم هيدروكسيد برضه زيه زي الجروب الثاني، بس سيبها دلوقتي، خلينا في المين. بيطلع لي برسبتيت في شكل الهيدروكسيد. يلا بينا. انا عايز ابدا بالتراي، ليه؟ عشان اقول لك حاجه حلوه قوي. بص، مين تيست ايرن تراي مع امونيوم هيدروكسيد هيطلع لي ايرن تراي هيدروكسيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو مش ده اللي لما كنت بعمل له هيتنج كان بيطلع لي Fe2O3 اللي هو الهيماتايت اللي لونه ريد؟ ايوه. ده لونه ايه بقى؟ ايه ده؟ هو ده اللي لونه ريدش براون بيرسبتيت. هو ده اللي انا واخده من شابتر 1. ايوه اهو لونه ايه؟ جيلاتينيوس ريدش براون بيرسبتيت. يبقى الايرن تراي هيدروكسيد جيلاتينيوس ريدش براون بيرسبتيت ديزولف ان دايليوتد اسيد. ودي حاجه منطقيه جدا. ليه؟ هاجي ابص معاك على حاجه. الراجل ده فيه او اتش، والراجل ده طالما فيه او اتش فهو بيزك. طب بيز واسيد سولت ووتر يتفاعلوا مع بعض يطلع لك سولت، صح كده؟ فانا بالنسبه لي بيدوب في الدايليتد اسيد. طبعا لازم يدوب في الدايليتد اسيد. اشمعنى؟ عشان هو بيزك، واي بيز مع اسيد سولت ووتر فما هيصدق يلاقي اسيد يتفاعل معاه. طب الداي نفس الفكره، ايرن داي تمام، اضيف عليه امونيوم هيدروكسيد هيطلع لي امونيوم سلفيت. وانت يا مستر قايل لي اي حاجه فيها امونيوم ديزولف ان ووتر ما بتعملش بيرسبتيت. يبقى مين البيرسبتيت؟ اهو التراي كان ريدش براون بيرسبتيت. ده بص بقى وايت بيرسبتيت is formed which turn to white green اللي هو greenish white بيرسبتيت لما يتعرض للهواء او للضوء. وعموما عموما 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 الوايت بيرسبتيت صعب قوي ان انت تسمعها، هتسمع دي على طول. ليه؟ لان انا طبيعي بعمل التجربه في معمل، فطبيعي في هواء، فطبيعي في كل ده، فعلى طول اللي بيطلع لك مين؟ جرينيش وايت بيرسبتيت. بيطلع لك مين؟ جرينيش وايت بيرسبتيت. برضو او اتش يبقى بيز، يبقى يدوب في الاسيد. يبقى كده ايرن داي، ايرن تراي، الايرن داي جرينيش وايت بيرسبتيت، الايرن تراي ريدش براون بيرسبتيت. الاثنين دول بيدوبوا في الاسيد. اشمعنى؟ عشان بيز، بيز واسيد سولت ووتر. خش على اللي بعده، او خلينا ناخد بقى الكونفرماتوري بتاعتهم. بص كده، بالنسبه بقى للكونفرماتوري هضيف NaOH. ما هو ده الكونفرماتوري بتاعهم، هيطلع ايه؟ FuH2. ايه ده؟ ده نفس اللون. ما هو نفس الكومباوند.
FuH2 FuH. مستر هم بيشتغلونا؟ لا عادي اهو. انت عايز ايه؟ صعب مش عاجب سهل تقول بيشتغلونا؟ ما هو نفس الحاجه طلعت لما ضفت صوديوم هيدروكسيد، طلع لي ايه؟ برضه جرينيش وايت برسبتيت، وهنا جرينيش وايت برسبتيت. ايه ده مستر؟ يعني في التأكيدية وفي الأساسية بيطلعوا لي نفس اللون ونفس البرسبتيت ونفس الكومباوند؟ شفت؟ في أسهل من القطاين؟ وربنا مستر ده القطاين ده تحفة. ده إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ يا ريت كل حاجة تبقى زيه كده سلسة ولذيذة كده. هو ده القطاين. بس في الحقيقي في الحقيقة على أرض الواقع هيدوس على وشك أنت واللي يتشدد لك واللي يقف معاك. إنما هنا لا، ده هنا جميل قوي. ده إيه الحلاوة دي؟ يا سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ريت كل الكيمستري تبقى زيك يا حبيبي. قلبي حبيبي. الكتايون ده انا خلاص مش عايز حاجه ثانيه غيره. ايه السهوله دي؟ يعني ايه يعني يطلع لي في المين وفي الكونفرماتوري نفس اللون؟ ده بيهزر. هو ده. طب تعالى هنا، هضيف برضو صوديوم هيدروكسيد، هيطلع لي ايون تراي هيدروكسيد لونه نفس الحاجه ريدش براون بيرسبتيت. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ اقسم بالله نفس المين هي الكونفرماتوري او ربنا المين هي الكونفرماتوري عادي جدا لذيذه. بص انت تقعد كده تذاكر الكتاين ده. انا رجعت لك ليه على الاناين في الاول؟ لان الاناين تقيل والحصه دي بسيطه قوي، اللي هو تقعد انت بعد ما تخلص الاناين كده ويطلع عينك فيها تروح جاي هنا. ايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله ايه الطعامه دي وربنا ايه الحلاوه دي؟ في المين جرينيش وايت برسبتيت وفي الكونفرماتوري نفس الكومباوند جرينيش وايت برسبتيت. في المين ريدش براون برسبتيت وفي الكونفرماتوري ريدش براون برسبتيت نفس الكومباوند. ايه الطعامه والحلاوه دي؟ انزل هنا الومنيوم بقى، وهنا ركز عشان ده الوحيد اللي فيه ايه؟ فيه خازوق هيزعلك. الومنيوم سلفيت هضيف عليه برضو امونيوم هيدروكسيد لان ده الريجنت بتاعي هيطلع لي الومنيوم هيدروكسيد. ماشي. Gelatinous white precipitate of aluminium hydroxide is formed which dissolve in all diluted acid والكوستيك صودا. مين الكوستيك صودا؟ NaOH. طب اتفاعل وخلصنا وطلع لي ايه؟ Gelatinous white precipitate. هنا الكارثه بقى. ليه؟ انا هنا بقول لك هضيف NaOH فهكون برسبتيت. طب ما البرسبتيت اللي هكونه بيدوب في الكوستيك صودا، يعني بيدوب في ده برضو. طب انا كده هكون البرسبتيت ولا هدوب البرسبتيت؟ مش عارف. تعال نشوف. بص بقى كده واحده واحده. انا المين ما عنديش فيها اي مشكله. ليه؟ لان المين انا بضيف مين؟ بضيف امونيوم هيدروكسيد ده ما بيدوبش البرسبتيت. اجي هنا بقى لو انا معايا مثلا Al Cl3 في الكونفرماتوري بضيف مين؟ صوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH. فالراجل ده يطلع معايا ايه؟ AlOH3 بلس NaCl. ماشي. عايز اعمل بالانس. تعالى بص طريقه البالانس السهله واللذيذه. حاجه بص هنا، الالومنيوم الفالنس بتاعته بوزيتيف 3، الكلورايد الفالنس بتاعته نيجاتيف 1، الصوديوم بوزيتيف 1، هيدروكسيد نيجاتيف 1. باجي على اول كومباوند اللي هو الراجل ده اهو، اروح باصص عليه. انت يا عم مين اكبر رقم عندك في الفالنس؟ هل انا بيفرق معايا نيجاتيف وبوزيتيف؟ لا، اللي بيفرق معايا الرقم بس، ولا اكنك شايف النيجاتيف ولا اكنك شايف البوزيتيف. اكبر رقم 3. خد الرقم اديلي الكومباوند اللي جنبه. اعمل ايه؟ خد الرقم اديلي الكومباوند اللي جنبه. هنا الكبير كام؟ 3. اروح جاي حاطط هنا 3. اروح رايح على الكومباوند الثاني. فين الكومباوند الثاني؟ اهو. مين الرقم الكبير؟ مش هتفرق، انا نيجاتيف او بوزيتيف ما بيفرقش معايا. الكبير كام؟ 1. الواحد ما بيتكتبش خلاص. اروح رايح الناحيه الثانيه بقى. كده انا خلاص اتاكدت ان البالانس بتاع الرياكتنت مظبوط. اروح الناحيه الثانيه، هنا 1 وهنا 3، كده 3 تايمز 1 يعني معايا 3 صوديوم. هنا معايا واحده بس فمحتاج احط هنا كام؟ محتاج احط هنا 3. دي كده الايكويشن. طب لو انا جيت بصيت يبقى انا عشان اكون برسبتيت، هو البرسبتيت اللي طلع ده مش واحد بس؟ يبقى انا عشان اكون 1 مول من البرسبتيت ده احتجت ايه؟ احتجت 1 مول من الالومنيوم كلورايد بلس
3 مول من الصوديوم هيدروكسيد. يبقى الريشيو 1 to 3 يديني 1. ماشي. يبقى الريشيو الطبيعيه 1 مع 3 بيديني كام؟ بيديني 1. اجي اقول لك حاجه بقى. طب لو انا معايا 2 مول يحتاجوا قد ايه؟ هتقول لي 6 مول. عشان يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا 2 مول. طب انا مش عارف انت عملتها ازاي. بص امسح دي خالص. الواحد مع 3 يبقى الاتنين مع كام؟ اهو 2 تايمز 3 ديفايدد 1 يديني كام؟ 2 في 3 ب6 على الواحد ب6 يبقى انا هنا محتاج 6 مول. طب دي فهمتها يا مستر. طب الناحية التانية بقى بعرفها منين؟ تعال 6 تايمز 1 ديفايدد 3 يديني 2 يبقى 2 مول اهو. طب نغير ارقام تاني. شغل دماغك بقى معايا. لو انا معايا من ده 3 مول يحتاج كام؟ 3 تايمز 3 يعني 9 مول. ويطلع لي كام؟ ويطلع لي 3 مول. ماشي. وهنا بقى تظهر الكارثه. ايه هي؟ ان انا اروح جاي قايل لك تعالى انا هديك من ده 2 مول وهديك من ده المفروض 6. لا انا هعمل معاك الواجب. هديك 8 مول. اروح جاي باصص هنا وجاي باصص هنا. وهنا تظهر مصيبه. لازم حضرتك تعرف مين الليميتنج ومين الاكسس، مين الزياده ومين اللي كميته محدوده. طب مستر ما هو باينه، هو الاثنين بيحتاجوا 6 فانا خلاص الاثنين هياخدوا 6 من هنا وده يبقى اكسس. طب انا مش فاهم. تعالى بص. هتروح جاي عامل لي الصفحه بتاعتك بالمنظر ده. الاي ال سي ال 3 اهو. اي ال سي ال 3 بيطلع اي ال او اتش 3. ماشي. الايكويشن الثانيه ان يو اتش بس كام؟ 3 باخدها بالبالانس يبقى 3 ان اي او اتش بيطلعوا من ده برضو 1 يبقى يطلع لي ايه؟ اي ال او اتش 3. وابدا اسحب ارقامك واحده واحده بقى. انا معايا الايكويشن بالبالانس خلاص انا فهمت البالانس. ده كام مول؟ 1. ده كام مول؟ 1. ده كام مول؟ 3. ده كام مول؟ 1. اسحب بقى الجيفن بتاعتك. انا اللي بالازرق دي ارقام اساسيه حضرتك عارفها. عرفتها منين؟ من بالانس الايكويشن. معايا كام بقى انا مديك في المساله دلوقتي؟ دي جيفن كده، يعني دي كده بتبقى جيفن حضرتك بتاخدها في المساله. طب الارقام اللي انا جبتها من البالانس دي لا، انت عارف الايكويشن ببالانس بتاعها عشان كده عملت لك البالانس بتاعها. هنا 2 مول اهو وهنا 8 مول اهو. واروح جاي عامل ايه بقى؟ احسب لي ده بكام واحسب لي ده بكام. اعملها ازاي؟ كريس كروس. فهعمل ده تايمز 1 2 تايمز 1 ديفايدد 1 يبقى الاكس ايكوال 2. اجي هنا 8 تايمز 1 ديفايدد 3 يبقى الاكس ايكوال 8 اوفر 3. ماشي. ثم بعد كده بقى بعمل ايه؟ بشوف مين اكبر. بشوف ايه؟ بشوف مين اكبر. يبقى بعد ما عملت كده حضرتك تروح جاي شايف لي مين فيهم اكبر. فهتقول لي بص ال 8 اوفر 3 مور ذان او اكبر من ال 2. حلو هتطلع 2 كسور فهي اكبر. فيبقى انا بالنسبه لي الراجل ده اكبر. الراجل ده بالنسبه لي ايه؟ اكبر. عرفت منين ان الراجل ده اكبر؟ مستر هي باينه ما هي 2 وحاجه 2 كسور تمام. فهو ده يبقى ايه؟ يبقى اكبر. بص عملت بق السمكه ده باصص لمين؟ لده. اللي بق السمكه باصص له هو الاكسس يبقى ده اكسس. اللي بق السمكه زعلان منه مش باصص له يبقى هو القليل يبقى هو الليميتنج. كده انا عرفت مين ليميتنج ومين اكسس. يعني ايه اصلا بقى ليميتنج ويعني ايه اصلا بقى اكسس؟ بص ليميتنج يعني الكميه
بتاعتها كلها هتخلص، مش هيتفضل منها اي حاجة. طب الاكسس هيتفضل شوية من غير تفاعل. هيتفضل شوية من غير ايه؟ من غير تفاعل. يبقى انا بالنسبة لي ليميتنج كله هيخلص، يعني الاتنين مول دول كلهم هيخلصوا. طب هنا لا، ده مش كله هيخلص، ده في اكسس هيتفضل منه. ده في ايه؟ ده في اكسس هيتفضل منه. طب هيتفضل منه قد ايه وبعرفها منين؟ بص، مين الاساسي او مين الليميتنج؟ اهو. مش احنا قلنا الكمية بتاعتها كلها هتخلص، والليميتنج ده هو اللي بيطلع كمية البرودكت، يعني هو اللي مسؤول عن البرودكت اللي هيخرج. هو اللي مسؤول عن البرودكت اللي هيخرج، اساسي هو اللي مسؤول عن البرودكت اللي هيخرج. تمام، يبقى كمية الليميتنج او الليميتنج هو اللي بيطلع لك رقم اساسي. يعني ده طلع 8 اوفر 3 وده طلع 2، يبقى مين الرقم اللي معايا فعليا؟ ال2. يبقى مين الرقم اللي معايا فعليا؟ ال2. يبقى الرقم الاكس ده هل هو ب 8 اوفر 3؟ لا، ده فعليا هيبقى كام؟ هيبقى 2. مش انت كان ده التوتال بتاع الاكسس؟ يبقى انا باجي على الاكسس اشطب التوتال بتاعه واخده على جنب. ماشي، بعمل ايه؟ بشطب التوتال بتاعه واخده على جنب. 3 تايمز 2 ديفايدد 1 يبقى ده بكام؟ 6. اروح جاي عامل 6. طب ليه عملت ماينس؟ ما هو اللي اتفاعل هنا او الكميه اللي كانت هنا حابه تفاعله وحابه تفضله. طب انا بعرف منين اللي اتفاعل؟ بشطب عليه واكنه مش موجود واحسبها. طلعت بكام؟ ب 6. طب التوتال 8 اتفاعل منه 6، يبقى اتفضل كام؟ يبقى اتفضل 2. يبقى الكميه الاكسس اللي اتفضلت معاك كام؟ 2. نرجع بقى مره ثانيه نعملها من الاول خالص. انت دلوقتي فهمت الفكره، يلا بينا واحده واحده. اول حاجه هعملها لازم الايكويشن بالبالانس، فانا معايا اهو ال CL3 بلس 3 Na OH، ده يطلع لحضرتك Al OH 3 بلس NaCl. عايز اعمل بالانس، حطينا هنا 3 وهحط هنا كام؟ 3. الراجل يروح جاي لك في السؤال جيفن اهو، يبقى اللي جاي دلوقتي ده جيفن، يعني الراجل بيقول لك عليه في السؤال، مش انت اللي بتجيبه من دماغك. يقول لك انت معاك 2 او لا بلاش ان احنا اشتغلنا ب2، معايا 3 مول من ال AlCl3 ومعايا 11 مول، معايا 11 مول من مين؟ NaOH. دي جيفن في السؤال. طب انا هتعامل معاها ازاي؟ هروح جاي على جنب كده اقسم لك الصفحه نصين. اول حاجه معايا مين؟ AlCl3 اهو، AlCl3 بيطلع، هو انا بكلمك على ده ولا البرسبتيت؟ لا البرسبتيت، يبقى بيطلع AlOH3. التاني صوديوم هيدروكسيد بالبالانس 3NaOH بيطلع AlOH3. هل هاخد ارقام الجيفن دلوقتي؟ لا، اطلع الارقام اللي انا عارفها. هنا 1 يعني مفيش حاجه مكتوبه يبقى 1. هنا مكتوب 3 يبقى 3. هنا 1. الارقام اللي بالاسود انت اللي عارفها من دماغك من البالانس. اسحب بقى الجيفن، معايا من ده 3 ومعايا من ده 11. ماشي، اروح جاي حاسب الاكس دي اشوفها بكام، وحاسب الاكس دي اشوفها بكام. 3 تايمز 1 ديفايدد 1 يبقى الاكس طلعت ب 3 لما جيت عملت كريس كروس بالمنظر ده اهي. طيب لما اعمل 11 تايمز 1 ديفايدد 3، فانا بالنسبه لي بص، هو ده هيبقى 3 وحاجه صح كده؟ يعني 11
ديفايدد 3 دي 3 وكسور. بعد ما بعمل كده بحط بق السمكه الوش الكبير. مين الكبير؟ ما ده 3 وحاجه وده 3 يبقى ده الكبير. يبقى ده الاكسس. يبقى ده الليميتنج. يبقى ده كده الليميتنج وده كده الاكسس. يبقى كميه البرودكت الفعليه معتمده على الليميتنج. يبقى كميه البرودكت اصلا اللي هنا مش هيطلع ده. امسح ده من هنا كده. يبقى كميه البرودكت الفعليه اللي هتطلع اللي معتمده اللي باخدها من الليميتنج اللي هي كام؟ 3. دي كميه البرودكت الفعليه. جبتها منين؟ جبتها من الليميتنج. حلو. هو كام عشان يطلع 3؟ ما ده اكسس، يعني ده في منه زياده، في حبه هيدفع له وحبه لا. اروح واخد الرقم ده كده بره، يبقى معايا 11 ماينس. احسبها من هنا 3 تايمز 3 ديفايدد 1 يبقى 9. يبقى اتفعل منه 9. يبقى اتفضل منه 2 مول زياده ما عملتش بيهم حاجه. يبقى انا معايا 2 مول دول زياده ما عملتش بيهم اي حاجه، ما زالوا موجودين في السوليوشن. ونرجع هنا بقى لحاجه مهمه قوي. هو بيقول لك ايه؟ في حاله الصوديوم هيدروكسيد في الكونفرماتوري، تمام، انا في حاجه غريبه ان البرسبتيت بيدوب في اكسس من الكوستيك صودا. مين الكوستيك صودا؟ ده الصوديوم هيدروكسيد. يبقى لو معايا اكسس من الصوديوم هيدروكسيد يدوب البرسبتيت. طب فين ايكويشن تدويب البرسبتيت؟ اهي، سواء الومنيوم سلفيت او الومنيوم كلورايد، نفس الحاجه بالظبط. طب انا ليه بشرحها الومنيوم كلورايد؟ عشان تبقى فاهم دي تبقى فاهم الثانيه. دي مكتوبه عندك، الثانيه مش هتبقى مكتوب. فهنا نفس الفكره، اروح راجع. مين بقى ايكويشن تدويب البرسبتيت؟ بص تعالى احنا نكتبها بنفسنا اهو. انا معايا مين؟ AlOH3 هو ده البرسبتيت بلس الصوديوم هيدروكسيد الاكسس يعني NaOH. اللي يطلع بقى؟ بيطلع حاجه اسمها الصوديوم ميتا الومنيت اللي هو NaAlO2 بلس H2O. صوديوم ميتا الومنيت، صوديوم ميتا الومنيت، صوديوم ميتا الومنيت. حلو. عملت بالانس؟ لا، عشان تعمل بالانس هتحط هنا 2. خلصنا. هاجي بقى ابص على حاجه. انا دلوقتي معايا AlOH3 ومعايا اشطب دي كده NaOH. ده واحد وده واحد. الواحد من ده بيدوب في واحد من ده. ارجع بقى للمساله اللي انا شغال بيها اللي هو هنا. انا معايا ايه؟ معايا كام مول من البرسبتيت فعليا طلعوا اللي معتمدين على الليميتنج؟ 3. يبقى انا معايا من ده 3. ماشي. الثلاثه دول محتاجين يدوبوا في قد ايه؟ ما هو الواحد بيدوب في واحد، يبقى الثلاثه يدوبوا في 3. حتى لو عملتها كريس كروس بالمنظر ده هيطلع لك هنا كام؟ هيطلع لك هنا 3. يبقى انا محتاج 3 مول من الصوديوم هيدروكسيد اكسس عشان ادوب الثلاثه دول. طب انا معايا كام؟ 2. وطالما معايا 2 يبقى هدوب كام من الثلاثه؟ انا معايا 2 دلوقتي صح؟ خلاص تعالى هنا اهو، امسح دي يا عم وامسح دي يا عم اهو. تعال معايا هنا كام؟ 2. مش الواحد بيدوب في واحد يبقى كام يدوب في 2؟ لو عملت كريس كروس هيطلع لك 2 صح كده؟ هيطلع لك كام؟ 2. طب انا معايا من ده كام من هنا؟ 3. دوبت منه كام؟ 2. يبقى اتفضل كام ما دبش؟ 1. يبقى لو عايز ارسم ده كجراف اهو، انت كونت برسبتيت صح؟ بعد كده نزلت لان انت دوبت 2 منه اهو، نزلت صح؟ هل انا دوبت كله؟ لا. هل انا هوصل للزيرو؟ لا. ما في واحد ما دبش، يبقى ده الجراف بتاعي. يبقى ده ايه؟ يبقى ده الجراف بتاعي. يبقى تاني بقى، واحده تاني من الاول خالص. انا معايا AlCl3 بلس NaOH، ده يطلع لي
OH3 بلس مين؟ NaCl. بالانس، احط هنا 3 واحط هنا 3 اهو. الايكويشن بتاعت الديزولفنج او الاذابه بتاعت الكوستيك صودا اجي هنا Al OH3 بلس NaOH، ده بيطلع لحضرتك ايه؟ صوديوم ميتا ألمونيت NaAlO2 نالو 2 ده صوديوم ميتا ألمونيت اللي اتفضل 2 مول من الووتر. ماشي، الايكويشن بالبالانس زي الفل. ايه الارقام الاساسيه اللي انا بجيبها من البالانس؟ ادي 1 3 1 3 هنا 1 1 1 2. يجي الراجل يديك جيفن. طب ايه الجيفن بقى اللي انا هديهولك؟ ده بيجي لك في السؤال، انا اللي بديهولك. فهاجي اقول لك انا هاخد 4 من ده. ماشي. وهاخد من ده كام؟ ناخد مثلا 15. دي كده جيفن. ويقول لك يا ترى في بيرسنتيت ولا مفيش؟ وفي كام مول؟ هتقول لي تعالى بقى. اول حاجه انا هعملها يا مستر ان انا همسك دي كده اقسمها نصين، اخد ده مع ده وده مع ده واشوف مين فيهم الاكسس ومين الليميتنج. فيبقى معايا Al Cl3 بيطلع Al OH3. الناحيه الثانيه معايا 3 NaOH بيطلع 1 Al OH3. ادي 1 1 ادي 3 1. الارقام دي اللي انا عارفها من البالانس. اسحب ارقام الجيفن. هنا 4 هنا 15. 4 تايمز 1 اوفر 1 يبقى هنا 4. 15 حلو تايمز 1 ديفايدد 3 بالراحه. ديفايدد كام؟ 3. يبقى الاكس ايكوال 5. مين؟ اروح جاي عامل كده بق السمكه للكبير. البرودكت الفعلي معتمد على الصغير ولا الكبير على الصغير؟ يبقى ده مش 5، ده المفروض يبقى كام؟ 4. طب يا ترى بقى ده اتفضل منه قد ايه؟ اروح شاطف دي واخدها على جنب. 15 ماينس 4 تايمز 3 ب 12 ايكوال 3. لما اعملهم ماينس يبقى انا معايا 3 اكسس منه، دول زياده. طب كده انت مكون كام مول من البرسبتيت؟ 4. هيدوب منه قد ايه؟ تعالى هناك نعرف. يلا بينا. انا معايا دلوقتي الواحد بيدوب في 1. ماشي. انت معاك كام مول من البرسبتيت؟ 4. محتاجين كام عشان يدوبوا؟ ما هو الواحد في 1 يبقى محتاج 4 صح؟ طب هل انا معايا 4 من صوديوم هيدروكسيد؟ لا، ده انا معايا كام اكسس؟ معايا 3. طب اشطب بقى دول. طب انا لو معايا 3 هدوب قد ايه؟ هدوب 3. انا كان معايا 4 دوبت منهم 3، اتفضل 1 مول من البرسبتيت ما دبش. عايز اعوض عن الكلام ده بجراف اهو. برسبتيت كونت 4 مول، قللت او دوبت 3 نزل البرسبتيت وثبت هنا. ليه؟ عشان اتفضل 1 مول بس ما دبش. يبقى الرقم اللي هنا 1 والرقم اللي هنا 4. دول التوتال اللي كونتهم في الاول، وده الواحد اللي اتفضل بعد عمليه الديزولفنج اهو. طب هو ليه بقى بيدوب في الدايليوتد اسيد وبيدوب في الكوستيك صودا؟ يعني ليه بيدوب في الاسيد والبيز؟ لان انت حضرتك من السنه اللي فاتت في حاجه مهمه قوي لازم تبقى عارفها. ايه هي؟ ان دلوقتي الالومنيوم هيدروكسيد هو فين؟ اهو. الراجل ده امفوتيريك. يعني ايه يا مستر امفوتيريك؟ يعني الراجل ده يقدر يتفاعل مع الاسيد ويقدر يتفاعل مع البيز. بيتفاعل مع الاسيد اكنه بيزك ويعمل نفسه بيز، ويتفاعل مع البيز اكنه اسيد ويعمل نفسه اسيد. ملوش رأي، ملوش شخصيه، مع ده دايس ومع ده دايس. فعشان كده بيدوب في الاسيد لان هو بيتفاعل معاها، وعشان كده بيدوب في الكوستيك صودا. اما اللي فوق فهم بيزك بيدوبوا في الاسيد بس، انما ده امفوتيريك. يعني اللي فوق ما يتفاعلوش مع البيز، انما ده يتفاعل مع البيز عادي. يبقى انا كده معايا 3 ايرن داي وتراي ومين؟ والومنيوم.
بالنسبه للايرن داي جرينيش وايت بيرسبتيت مع الامونيوم هيدروكسيد او الصوديوم هيدروكسيد في الكونفرماتوري تيست. ايرن تراي بيطلع لي ايه؟ ريديش براون بيرسبتيت سواء مع الامونيوم هيدروكسيد في المين او الصوديوم هيدروكسيد في الكونفرماتوري. الامونيوم هيدروكسيد بيكون لي مع المين جيلاتينيوس وايت بيرسبتيت مع الامونيوم هيدروكسيد فين؟ اهو. هل بيدوب في اكسس منه؟ لا. بيدوب في اكسس منه؟ لا. اشمعنى؟ لان الامونيوم هيدروكسيد ده ويك بيز، والراجل ده عشان يبقى واطي ما عندهوش شخصيه هيعمل ايه؟ يوم ما يتفاعل هيتفاعل مع القوي. يعني انا دلوقتي بتلون لده وبتلون لده، بمشي مع ده شويه وبمشي مع ده شويه، اكيد ليه؟ عشان عايز مصلحه منهم، صح؟ يعني اكيد عايز مصلحه منهم. يبقى انا يوم ما هتلون لحاجه ضعيفه؟ هتلون لواحد ضعيف اصلا؟ اكيد لا. فعشان كده ما بيتفاعلش مع ده، عشان كده ما بيدوبش في اكسس من الامونيوم هيدروكسيد، ده بيدوب في اكسس من الصوديوم هيدروكسيد بس. اشمعنى؟ لان الصوديوم هيدروكسيد ده سترونج بيز. ده سترونج ايه؟ سترونج بيز. طب معنى كده ان هو ممكن يدوب في اي واحد تاني؟ اي سترونج بيز تاني يدوب فيه. طب انت منهجك بيكلمك على بس. طب انا مثلا لو جيت قلت لك مثلا بوتاسيوم هيدروكسيد هيدوبه ليه؟ عشان ده سترونج بيز فالانفوتيريك يتفاعل معاه. تمام؟ ده كده تالت جروب. الرابع كل سنه وانت طيب مش علينا. الخامس في اليمنت واحد بس، مين هو؟ الكالسيوم. طب مين الديتكشن بتاعه او مين الديتكتور بتاعه او مين الريجنت بتاعه؟ الامونيوم كربونات. والامونيوم ما بتعملش برسبتيت، فانا هعتمد على حته الكربونات. تعالى بقى بص. كالسيوم كلورايد هفعله مع امونيوم كربونات، هيطلع لي امونيوم كلورايد وكالسيوم كربونات. كالسيوم كربونات اي حاجه CO ابيض، وده اللي كان بيطلع لك لما بعدي الكربون دايوكسيد على اللايم ووتر. يبقى ده بالنسبه لي وايت بيرسبتيت. حتى بص في اكسس من الكربون دايوكسيد الراجل ده داب. الله. يبقى البيرسبتيت اللي موجود معايا ده بيدوب في الاسيد. ليه بيدوب في الاسيد؟ عشان الراجل ده من الجروب الاول، والجروب الاول قفل، لو جبت له اسيد هيدوب فيه. بيدوب في الاسيد بس؟ لا، ده بيدوب في الكربون دايوكسيد. اكسس من الكربون دايوكسيد تدوبه. يبقى وايت بيرسبتيت از فورمد من مين؟ من الكالسيوم كربونات which dissolve in diluted acid او diluted HCl. احنا اتفقنا ليه؟ لان هو ضعيف. يبقى انا فهمت خلاص مش هحفظ. CO3 يدوب في اسيد، في اس ده من الجروب الاول يدوب في اسيد، في بيرسبتيت من الاس او 3 ده من الجروب الاول يدوب في الدايلوتد اسيد، وهكذا. ماشي. وبيدوب في ايه بقى؟ ميه فيها كربون دايوكسيد. اشمعنى؟ ما هو ده اللي كان بيجي لي فين؟ اللي جالي في الانايون، اللي هو لما بعدي كربون دايوكسيد للونج تايم فالبيرسبتيت ايه؟ بيروح. والكونفرماتوري بتاعته بقى والتاكيديه، لو جيت ضفت سلفوريك اسيد فالكالسيوم هتمسك في السلفيت فهيطلع لي كالسيوم سلفيت. اي حاجه فيها SO لونها ابيض يبقى لونه وايت. اروح جاي انا بقى مديك حته من تحت الحزام كده، اصحى. ده بيدوب في الدايليوتد اسيد. طب وده ما بيدوبش. اشمعنى يا مستر؟ عشان ده فيه SO4. الراجل ده من الجروب الثالث من اسيد قوي محترم ستيبل. يبقى اجيب له اسيد يدوبه؟ لا يا مستر، السلفيت ده راجل محترم، راجل مظبوط، راجل تمام. لو جبت له اسيد مش هيدوب. لو جبت له اسيد ايه؟ مش هيدوب. اما ده فده كربونيت، ده راجل مهزأ يا جدع. هات له اسيد يدوبه، هات له كربون دايوكسيد يدوبه. انما الكالسيوم لو اختار السلفيت وعمل معاه بيرسبتيت مش هيدوب، هيبقى بيرسبتيت قوي جدا يدوب بقى في حاجات تانية بس مش علينا. ماشي. دي اول واحده. الثانيه الفليم تيست او بانسن فليم اللي بيتقال عليها الدراي تيست. دي عدت عليك السنه اللي فاتت لما كنت بقول لك الصوديوم جولدن يلو، الليثيوم كريمزون وهكذا والحاجات دي. طب هنا يظهر حاجه معاك جديده واللي هي البريك ريد. لون الطوب الاحمر، لون الطوب الاحمر، لون الطوب الاحمر. يبقى الكالسيوم مع الكربونات طلع لي وايت بيرسبتيت بيدوب في كربون دايوكسيد واسيد. مع السلفيت طلع لي وايت بيرسبتيت ما بيدوبش في دول. لو عملت له دراي تيست واخدت حته منه حطيتها على النار وهو دراي مجفف بيطلع لي لون البريك ريد. بعرف ان هو مين؟ ان هو كالسيوم. طب كده فاضل الجروب السادس مش علينا.
يبقى احنا خدنا كام جروب؟ 4. اول جروب موجود معايا خالص اللي فيه سيلفر مونو بوزيتيف 1، ميركوري مونو بوزيتيف 1، ليد بوزيتيف 2، والثلاثه مع السي ال بيطلعوا لي وايت بيرسبتيت. لو الفالنس اتغير الاكسيديشن اتغير، اللون ما اعرفوش. طب الجروب اللي بعد منه كان الكبر. الكبر كان بيتفاعل مع السلفايد يطلع لك بلاك بيرسبتيت، ومع الصوديوم هيدروكسيد في الكونفرماتوري يطلع لك كبر هيدروكسيد ولونه بلو بيرسبتيت. سخنته يسود، سخنته يسود. طب الجروب لو سخنته بيحصل له ايه؟ بيسود. طب بالنسبه بقى للجروب الثالث اللي موجود معايا كان فيه 3 ايرن داي وتراي والومنيوم. داي جرينيش وايت بيرسبتيت في المين والكونفرماتوري. طب تراي برضو ريديش براون بيرسبتيت في المين والكونفرماتوري. الاخير الالومنيوم. بص بقى ده كان فيه حوار. في المين مع الامونيوم هيدروكسيد بيكون بيرسبتيت جيلاتينيوس وايت بيرسبتيت وما بيدوبش غير في الاسيد. طب هل بيدوب في اكسس منه؟ لا. ليه؟ لان البيرسبتيت ده بيدوب في الكوستيك صودا او السترونج بيز والامونيوم مش سترونج. لما دخلت في الكونفرماتوري حصلت لي مشكله ان انا ايدي لو مش مظبوطه وضفت كميه زياده، فكميه الصوديوم هيدروكسيد الاكسس هتدوب شويه من الالومنيوم هيدروكسيد، واخدنا المسائل ممكن تجي لك ازاي. اخر جروب الكالسيوم، واتفقنا مع الكربونات بيدوب لان الكربونات راجل مهزأ. بيدوب في ايه؟ في الدايليوتد اتش سي ال او في الكربون دايوكسيد، اكسس من الكربون دايوكسيد او لونج تايم. طب مع السلفيت لا، ده راجل تمام مظبوط، ما بيدوبش في الدايليوتد اسيد ولا الكربون دايوكسيد. واخر اكسبيرمنت خالص الدراي تيست ديتكشن اللي هي كان بيطلع لحضرتك البريك ريد اللي هو لون الطوب الاحمر. كده القطاير خلصت. يبقى انا النهارده رجعت على الانايون، ماشي، رجعت على الانايون، رجعت على الانايون، رجعت على الانايون، وشرحنا القطايون بكل تفاصيله وبكل حاجه موجوده. حضرتك لما تيجي تحل بحل ازاي؟ بكشف عن جزء الانايون واكشف عن جزء القطايون واحطهم على بعض عشان اطلع السولت بتاعي، وده اللي هنشوفه في الكلاس شيت. فيلا بينا.